والإسلام، فرسالة السلام في الأرض لا تزول من سالف الزمان، والدين هو الإسلام، فرسالة السلام في الأرض لا تزول. حكايات كثيرة فصولها مثيرة، ترقق المشاعر وتخاطب العقول، وأجمل الحكايا في البدء والنهاية تلك التي حكاها بنفس الرسول. قصة زوجة فرعون وأصحاب الأخدود، قصة أصحاب الصخرة، قصة عاد وثمود، ومن نجا ببدنه ليكون للناس آية، ومن طغى وأفسد وهلك في النهاية. حكايات كثيرة فصولها مثيرة، ترقق المشاعر وتخاطب العقول، وأجمل الحكايا في البدء والنهاية تلك التي حكاها بنفس الرسول. ظللت أنتظرها بفارغ الصبر. كان ذلك هو اليوم الذي أحلم به منذ سنوات. هي. أحسنت أنك جئت. خشيت أن تتأخري عني، بل خشيت ألا تأتي أصلاً. هل أحضرت لي المال؟ نعم، ادخلي أولاً. ها نحن أخيراً وحدنا. ما لك واقفة هكذا؟ اجلسي. تفضلي المال. لماذا تبكين؟ أخاف الله. ها؟ ألا تخافه أنت أيضا؟ أنا اتق الله يا ابن عمي، ولا تلمسني إلا في الحلال. تعرف مدى حاجتي للمال، ولكني أخاف أن أغضب ربي. خذي المال وانصرفي. ماذا؟ أواثق أنت مما تقول؟ نعم، فأنا أيضا أخاف أن أغضب ربي. شكرا لك، وجزاك الله خيرا على صنيعك معي. اسمعي. نعم. أرجو ألا يعرف أحد بما حدث بيننا الآن. اطمئن، لن أشي بك أو بنفسي. ولا تخبري أحدا أنني أنا الذي أعطيتك المال. حسنا، حتى هذا السر سأخفيه عن الناس. اللهم إن كنت تعلم أني قد فعلت هذا خالصا لوجهك الكريم، ففرج عنا هذا الكرب وحرك عنا هذه الصخرة يا رب، يا رب. الله أكبر، الله أكبر. تحركت الصخرة مرة أخرى. الحمد لله، الحمد لله. هيا هيا، ربما استطعنا الخروج. لا حول ولا قوة إلا بالله. الصخرة لا تريد أن تتحرك أكثر من ذلك. ماذا تقصد؟ ألن نخرج من هنا بعد كل هذا؟ لقد فعلنا نحن ما علينا. وجاء دورك أنت. أنا لا أفهم ماذا تقول.
تحركت الصخرة في كل مرة بعد أن تضرعنا إلى الله بخبيئة من أعمالنا الصالحة. وعليك أنت أيضا أن تتضرع إلى الله بعمل صالح قد قمت به في السر. عمل صالح قمت به ولم يعرفه أحد، حتى يكون خالصا لوجه الله تعالى ولا ترائي به الناس. عمل صالح خالص لوجه الله تعالى. نعم، تذكرت. ما هو؟ اللهم إنك تعلم أنه كان لي حقل كبير، فاستأجرت أنفارا يساعدونني في زراعته ويرعون لي غنمي. ما شاء الله، نعم الأجيران أنتما. عمت مساء يا سيدي. شكرا وطاب يومكما. ها نحن قد انتهينا من عملنا اليوم، ونكون بذلك قد أنهينا الفترة التي استأجرتنا فيها، وسنعود غدا إلى قريتنا. تعودين بالسلامة إن شاء الله. هذه أجرتك وهذه أجرتك أنت، وقد زدتكما 10 دراهم عن الأجر الذي اتفقنا عليه. جزاك الله خيرا. وبارك الله لك في حقلك وأغنامك. أين ثالثكما؟ لم يأتي اليوم. لماذا؟ لا نعرف. فهل من الممكن أن تأخذ أجره وتوصلاه إليه؟ لا يا سيدي، فنحن لا نعرفه أصلا. أليس من بلدتكما؟ لا والله، فنحن لم نره إلا هنا عندما شاركنا العمل في حقلك. فماذا أفعل إذن؟ احتفظ بالمال حتى يأتيك ويسألك عنه. أحتفظ بالمال حتى يأتيني ويسألني عنه؟ الطعام يا حبيبي. شكرا. أما زلت مهموما بشأن ذلك الأجير الذي لم يأخذ أجرته حتى الآن؟ فشلت في الوصول إليه يا رقية، وأخشى أن يكون في حاجة إلى المال. هون على نفسك، ليس أمامك سوى أن تحتفظ بالأجرة حتى يأتي ويسألك عنها كما نصحك زميلاه. أترين ذلك؟ وهل ترى أنت شيئا آخر؟ هل أطعمت الأغنام يا صابر؟ نعم يا سيدي، أطعمتها وسقيتها وحان وقت راحتها. حسنا. عمت صباحا يا سيدي. عمت صباحا يا فتى. ألا تذكرني؟ أنا الذي كنت أعمل عندك هنا منذ عام تقريبا. نعم، تذكرتك. أنت الذي اختفيت فجأة. رغما عني والله، فقد مرض أبي مرضا شديدا وسافرت إليه مضطرا، وها أنا عدت إليك بعد وفاته. رحمه الله. تذكر يا سيدي بالطبع أنني لم أتقاضى حتى الآن أجري عن فترة عملي معك. نعم، أذكر ذلك. فهل لي أن أخذ مالي الآن؟ للأسف ليس معي هذا المال الآن. هذا ما كنت أخشاه. كنت تخشى ماذا؟ أن تنساني وتنسى أن لي مالا عندك. لا والله ما نسيت، وقد احتفظت لك بأجرتك طيلة العام الماضي. فأين هي إذن؟ أترى هذه الأغنام؟ نعم. اذهب وخذ نصفها. نصفها؟ نعم، تلك أجرتك عندي. أتمزح معي؟ إن أجرتي عندك لا تتعدى 8 عنزتين أو شاة على أقصى تقدير. كانت كذلك قبل عام، ولكنني وضعت مالك في تجارتي ونميته لك في هذه الأغنام. تاجرت بمالي؟ نعم، واعتبرتها تجارة مع الله، وقد ربحت والحمد لله. أغنامي أغنامي. والله ما تصورت يوما أن تكون لي كل هذه الأغنام. اللهم إن كنت تعلم أني قد فعلت ذلك خالصا لك، ففرج عنا ما نحن فيه، وحرك ما تبقى من هذه الصخرة الآن. ها هي قد تحركت. نستطيع الآن أن نخرج من هذا الغار. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. أكاد لا أصدق أن الله قد نجانا من هذا الكرب العظيم. ألم أقل لكم إنه سينجينا بخبيئة من أعمالنا الصالحة؟ نعم، صدقت والله.
يجب علينا من الآن أن يحتفظ كل منا بخبيئة من عمل صالح تنجيه بإذن الله عند أي ابتلاء. حكاية نبينا اختارها لقيمة يعلمها لنا، فالعدل والوفاء والصدق والذكاء زينة أعمالنا. حكاية نبينا اختارها لقيمة يعلمها لنا، فالعدل والوفاء والصدق والذكاء زينة أعمالنا. حكايات كثيرة فصولها مثيرة تربي كل مشاعر وتخاطب العقول، وأجمل الحكاية في البدء والنهاية تلك التي حكاها بنفسه الرسول. حكايات كثيرة فصولها مثيرة تربي كل مشاعر وتخاطب العقول، وأجمل الحكاية في البدء والنهاية تلك التي حكاها بنفسه الرسول.